اللثة اللي راحت تقدر ترجع تاني؟ أيوة. موضوعنا النهاردة حساس زي اللثة بالظبط. هنتكلم عن تآكل اللثة أو انحسارها. يلا بينا. اللثة هي البطانة اللي بتغطي عظم الفكين وجسم الأسنان، لكن في بعض الأحيان بيحصل تآكل للثة. يجي المريض يشتكي إن الأسنان طولت فجأة. مش ده اللي حصل. اللي حصل إن اللثة هي اللي رجعت لورا، وده بنسميه انحسار اللثة أو تآكل اللثة. بيجي المريض يشتكي من شكل جمالي مش لطيف، وممكن كمان يشتكي من حساسية مع الساقع والسخن. إيه هي أسباب انحسار اللثة؟ عندنا أسباب كتيرة جدا بتسبب الانحسار، أهمها البكتيريا. عدم الاهتمام بصحة الفم بيؤدي لتراكم البكتيريا اللي بتبدأ تسبب لينا التهابات في اللثة وانخفاض في مستوى العظم. كمان بعض العادات الخاطئة زي الغسيل الخاطئ للأسنان باستخدام فرشة ناشفة وفي اتجاهات مش مظبوطة، ده بيؤدي لانحسار اللثة. العضة الخاطئة أو الجز على الأسنان كمان ممكن يسبب لينا انحسار في اللثة. التدخين من أهم العوامل اللي بتسبب ضعف في الدورة الدموية بتاعة اللثة وبيسبب تآكل وانحسار في اللثة. كمان بعض العوامل الوراثية، يعني مش كل حاجة ذنبك، ممكن يكون ذنب الجينات اللي قررت تلعب ضدك. من أهم أعراض انحسار اللثة وجود تحسس في الأسنان. حساسية الأسنان مع الساقع والسخن من أهم الحاجات اللي بيشتكي منها المرضى، وأكيد الشكل الغير جمالي اللي بيبقى موجود بيسبب انزعاج للمريض. ممكن كمان يكون موجود حرقان، نزيف، والتهابات متكررة. جذور الأسنان لما بتتكشف بتكون ضعيفة جدا، وده بيسهل حدوث تسوسات فيها. ازاي بنعالج انحسار اللثة؟ انحسار اللثة بينقسم شقين كبار. المرحلة الأولى بتكون مرحلة غير جراحية، بنبدأ فيها نهتم بصحة الفم، بنتعود على الغسيل المستمر بالفرشة والمعجون بالطريقة السليمة. وبعد إعادة التقييم بيبدأ المريض يدخل في المرحلة التانية الممتعة بالنسبة لي، وهي الجزء الجراحي أو جراحات اللثة التجميلية. فعلا جراحات اللثة التجميلية بتغير حياة المريض 180 درجة. زي ما احنا عندنا تجميل للأسنان الجزء الأبيض من السن أو الوايت استاتكس، عندنا كمان تجميل للثة الجزء الوردي من السن البينك استاتكس. في جراحات اللثة التجميلية بنبدأ نعمل حاجة اسمها ترقيع لثوي. بناخد لثة من سقف الحلق أو من اللثة المجاورة وبنبدأ نغطي بيها جدر السن المكشوف. ده بيعمل لينا تقوية للثة فبيقلل التحسس، كمان بيغطي الجدر المكشوف فبيحسن الشكل الجمالي. اللثة هي الملح اللي بيظبط الأكلة، فبلاش نبوظ الأكلة عشان شوية ملح. ويا سلام يا سلام لما أسناننا تبقى تمام.